ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو النهارده الدنيا يوم 13 14 15 من رجب. النهارده يوم 13. فنزلنا تحت كده عند اخت محمد عشان نفطر كلنا مع بعض. بنحب في الفطار يبقى فيه لمة كده، مش عايزين انا ومحمد بس اللي نفطر، لا نفطر لمة كده مع بعض. فلسه مش عارفه نجيب فطار ايه، يعني انا عايزه اكل سمك مشوي اللي هو السمك البوري المشوي ده، واجيب كابوريا وجندفلي وكده. فلسه مش عارفه. فالمهم انا معايا فلوس، هنزل السوق دلوقتي اشوف هعمل ايه او هجيب ايه. يعني ممكن نجيب فراخ ونعملها كده صينيه فراخ بالبطاطس، وممكن اجيب سمك زي ما قلت لكم. عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يبلغنا رمضان على خير، ولا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين. وارحم امواتنا واموات المسلمين جميعا يا رب. فهنزل بقى السوق دلوقتي، ممكن اخدكم معايا جوه السوق وممكن ما اصورش جوه، فمش عارفه اشوف الدنيا فيها ايه. عايزه اقول لكم الساعه دلوقتي 2 الظهر ومش قادره، مش اول عايزه اكل ولا عايزه افطر. بس انا عندي هبوط، مع اني ولا كنت جعانه ولا كنت عطشانه، بس كان عندي هبوط معرفش من ايه. المهم هاخد كده العيل وانزل، بس طبعا قبل ما انزل هشوف البيت ناقصه ايه وهعمله. كان عندي كده حبه غسيل لهدوم العيال، قلت ايه هغسلهم بالمره، كنت صاحيين بدري يعني اليوم ده، قلت هغسل الغسيل بتاع العيال، وبعد كده ايه هروق كده الصاله ترويقه بسيطه، وهمسح السيراميك وكده، وبعد كده ايه هبقى اخد العيال وننزل. كان في المفرش ده هو بس اللي مش نظيف عندي، فقلت هغسله بالمره الاول، وبعد كده هبتدي بهدوم العيال. عايزه اقول لكم هو ما بيلفش كده لان هو تقيل، بس عشان كانت الغساله كمان لسه ما اتملتش. هسيبه بقى في الغساله يتغسل، حطيت له رابسو وحبه صغيرين كده من كلوريكس الالوان، وكمان اللي هو معطر الغسيل، وسيبته كده يتغسل، طلعته نشرته، وبعد كده نزلت هدوم العيال كده كلها مره واحده في دوره واحده، يعني لان هم كل الهدوم ايه الوان. وكان في كمان هدوم لينا احنا ككبار، قلت ايه هخليها اغسلها في الاخر. المهم ان عندي ان انا اخلص هدوم العيال، لان عيالي كل شويه ايه بغير لهم، سيليا بتزحف فبتمرمط الترنج بسرعه، راحين بيتنطط فبيمرمط الهدوم بسرعه، فكل شويه اغير لهم. عندي راحين بيدخل الحمام يبل نفسه ويطلع، فبضطر ان انا اغير له هدومه كلها، اللي من تحت واللي من فوق. بلبسهم اللي هي قط ونص وكم تاني فوق الترنج، يعني بعد كل دول فوقيهم الترنج، عشان ايه الجو التلج جدا عندنا. فبس فبضطر ان انا كل يوم بالظبط او كل يومين دلوقتي اغسل هدومهم اول باول كده، عشان يبقى فيه هدوم غيارات. اقلع ده يلبس ده، عشان لازم العدد اللي انا ملبسهوله لما اقلعهم له يلبس غيرهم. بس خلصت كده هدوم العيال، هنشر. عايزه اقول لكم المناشر مريحاني وفرحانه بيها قوي. بسيب دلوقتي المنشر بره وبنشر في المناشر دي، بنشر هدومنا بس احنا الكبار اللي هي بتاعت محمد بنشرها كده ايه بره. يعني خليت المناشر دي لهدوم العيال والشرابات بقى، الحاجات اللي هي الرفيعه الخفيفه دي خليتها في المناشر اللي انا جبتها جديد، وبره بقى اللي هي زي الملايات المفارش هدومنا، ملايات السرير، الكلام ده كله بقى. عايزه اقول لكم بصوا المنشر اللي انا كنت بنشر فيه اللي هو بتاع البلكونه، الحبال عنده بتسقط، يعني كل ما اغير له الحبال بلاقيها بتسقط، معرفش ده ليه. والاقيها اللي هو ايه، انا بحب الحبال اللي هي المشدوده دي عشان اعرف ان انا انشر ومش عارفه ايه وكده، بس الحبال عندي بتقع بسرعه، ما بعرفش اجيب لها ايه، ولا نوع الحبل اللي انا بستخدمه ده مش حلو. في نوع كده بشوفه اللي هو اللهم صل على النبي بيبقى ابيض شفاف، بس ده انا معرفش هو اسمه ايه، فاللي يعرف يقول لي، عشان عايزه اغير المناشر اللي بره دي، وكمان لونها بيغير من الشمس وبتفرول كده، بتطلع كده ايه الفروله بتاعتها دي بتطلع ساعات في الهدوم، فانا مش حابه كده بصراحه. فالخيط اللي انا بقول لكم عليه ده لو حد يعرف اسمه يقوله لي. بس المهم كده خلصت التنشير، خلصت هدوم العيال وكمان الهدوم، ولسه كان فيه هدوم بتاعتنا احنا وهدوم محمد بتاعه الشغل، فقلت ايه هغسلهم كده ايه على مهلي، وهنشرهم بره برضك لسه. فبس خلصت كده اهم حاجه هدوم العيال نشرتها، ونشرت كان يعني دورة الغسيل اللي كانت موجوده خلصتها تنشير، ودخلت كنست الصاله كلها، وبشيل السجاد ساعات بقى وبمسح، بس مش دايما بصراحه، ممكن كل اسبوع اعمل اللي هو اشيل السجاد كله بتاع الشقه وامسحه. بس كل يومين بمسح السيراميك اللي باين اللي هو ده.
يعني كل لما باجي مثلا اروق كل يوم او كل يومين امسح السيراميك حبه ميه كده مع حبه اللي هو الجنرال ده او اي معطر عندي بتاع الارضيات، بمسح بيه. بيدي كده لمعه للبلاط وكاني مسيقه بالظبط. وكمان الريحه بتبقى مقولكوش، بتبقى ريحه الشقه حلوه قوي مع اي معطر بقى انا بحبه. وبعد ما بخلص برش معطر اللي هو معطر الجو ده على المفارش وعلى السجاد وعلى الستاير، والبيت بيفضل زي الفل مع انه بيتوسخ في ثانيه الا ثانيه. يعني انا هوريكم، انا خلصت الصاله، العيال جابوا لعبهم وقعدوا يلعبوا في الصاله، المكان النظيف بيحبوا يلعبوا فيه. يعني انا الاول نضفت اوضه النوم وكنستها وروقت عليها يعني. هما دخلوا يلعبوا في الاوضه وبيشيلوا بقى المفارش من على الكومود ومن على السراحه وبيشيلوا السجاد وبيلعبوا تحت السجاد، بيعملوا حاجات فظيعه. خلصت الصاله يطلعوا يلعبوا في الصاله، المكان اللي يلاقوه نضيف اللي انا مخلصاه وخلاص انا هقعد بقى ارتاح، لا ما مش عاجبهم هما الموضوع ده، لازم يوسخوا. فربنا يا رب يبارك لي فيهم ويوسخوا وانا اعمل كده من وراهم. المهم بعد كده بقى نزلت خدت العيال ونزلت طبعا عند اخت محمد عشان نفطر كده مع بعض. الفطار بيحب اللمة بصراحة، سواء في رمضان او في رجب او اي يوم احنا صايمين فيه عموما. يعني انا ما بحبش افطر لوحدي، انا لو صايمة طول اليوم لازم لمة كده تكون معايا عشان اعرف اكل وافطر والكلام ده. واللي هو ما بعرفش اكل لوحدي، لازم حد يكون بياكل معايا عشان اكل. لو باكل لوحدي ما اكلش، لا اللي هو انا كده، انما لو حد بياكل معايا اكل زي ما هو بياكل وكده. بحب اللمة يعني. فبس نزلت كده قلت هجيب سمك بوري، وعايزة سمك بوري مشوي، قلت هجيب كابوريا كده وجندفلي. الكابوريا اللي انا خدتها دي نتي، اما اللي انا بوريها لكم اللي هي زعنفها دي زرقاء، دي بتبقى دكوره ما بتبقاش حلوه. هي بيبقى فيها لحم بس اللي هو ما بيبقاش فيها بطورخ، وانا ما بحبهاش بصراحه. بحب اللي هو الكابوريا اللي هي بتبقى فيها بطروخ دي. والسمك كمان بحب اللي هو السمك المبطرخ. حد كان كاتب في التعليقات هو يعني ايه بطروخ. البطروخ ده بيبقى اللي هو بيض السمك، اللي بيسموه كافيار. بس مش عارفة بصراحة يعني الكافيار ده بيبقى في سمك معين يعني، او هو البطارخ كلها اسمها كافيار ولا ايه مش عارفة. بس اللي انا اعرفه اللي هو البطارخ دي بتبقى بيض السمك، بيبقى سمك كده لسه يعني في بطن امه. المهم كمان جبت جندفلي كبير، كان الكيلو ب25 جنيه. وفي جندفلي بلدي الكيلو ب70 والكيلو ب80 وكده، بس انا ما دقتوش قبل كده بصراحة. لما بنزل السوق الحاجة اللي انا اعرفها والحاجة اللي انا دقتها بجيبها، غير كده ما بجيبش بصراحة، بخاف. وديت كده بقى السمك اتشوى، وعايزه اقول لكم ما كانش باقي معايا غير 15 جنيه. انا نازله ب400 جنيه، ما كانش باقي معايا غير 15 جنيه، وما كانوش هيقضوا اللي هو حق شوي السمك يعني. فرجعت البيت تاني عشان اخد فلوس، لاني طبعا كنت جايبه لينا احنا والاخت محمد وكده. فالفلوس طبعا ما كفتش، والسمك كان غالي. السمك الكيلو البوري كان ب140، لان ده بوري كبير ومبطرخ يعني وكده. كان الكيلو ب140، فجبت 2 كيلو. وجبت 2 كيلو كابوريا، الكيلو كان ب65 جنيه. هي كانت ب80 بس هو عطاني ب65. وجبت الجندفلي، ولسه بقى كنت هجيب طماطم وهجيب بطاطس، لا مش بطاطس، هجيب بصل ليا انا للبيت اطلعه معايا وانا طالعه. وبس هروح بقى هعمل الفطار. عايزه اقول لكم كان عندي هبوط فظيع اليوم ده، اللي هو اول امبارح. النهارده تالت يوم صيام، النهارده يوم 15 رجب. كل سنه وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم يا رب الايام بخير. النهارده اخر يوم في الصيام، خلاص انا بسجل لكم الفيديو والمغرب قرب جدا. النهارده هعمل فراخ بالبطاطس. قلت لكم على الفطار اللي هفطره النهارده، فاللي صايم يقول لي هو هيعمل فطار ايه النهارده. مش عارفه بصراحه. بكره الخميس، انا سمعت ان هو بكره في صيام، ده صحيح ولا لا؟ لاني ما اعرفش بصراحه. انا اللي اعرفهم اللي بيتصوموا يعني 13 14 15. سمعت كتير بيقولوا لي يوم الخميس برضك في صيام وكده، فده يعني حقيقي ولا لا؟ عشان قلت بالمره لو صيام اصومه، او مثلا يوم الخميس ده ما قصدهم ان هم بيصوموا اثنين وخميس يعني بالمره بيصوموه ولا ايه مش عارفه. فقولوا لي لو بكره الصيام اصومه بالمره يعني. خلاص خدت على الصيام، انا بقالي 3 ايام صايمه. المهم قبل بقى ما اطلع البيت
محمد خدنا كده ورحنا عند اللي هو خالد حلواني خالد. اليوم ده كان عامل عروض، هو بيعمل عرض تقريبا يوم الاثنين يوم الثلاث، هو كل يوم عنده عروض بس بيبقى 10% 20%. يوم الاثنين بس بيبقى عنده عرض اللي هو 40% ده. فقبل ما نطلع محمد كده خدنا وقال ايه تعالوا نجيب كده شويه حلويات. جبنا اللي هو ميني تارت ده، عايزه اقول لكم طعمه حلو قوي قوي قوي. كان الربع ب25 ولا مش، لا الربع ب50، هو الكيلو عامل 200 جنيه، فاحنا جبنا ربع وجبنا كمان كنافه باللوتس و كده مدلعينها يعني بالمانجا والكلام ده، وجبنا كمان 3 حتت جاتوه على قدنا، وكمان جبنا حاجه ساقعه وطلعنا البيت. حضرت كده الصينيه اللي هو الطبق الحلويات مع كوبايتين حاجه ساقعه. وده كان يومنا النهارده، وده كان الفيديو بتاعي النهارده. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.